انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بزواج الفنانة أمال ماهر من ثري عربي وتقضي معه شهر العسل في العاصمة البريطانية لندن. دائما تعتبر حياة الفنانة أمال ماهر محط أنظار الجميع. استمرت حالة الجدل والغموض حول حياة الفنانة أمال ماهر، ولكنها أجابت بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت صورة تجمعها مع نجلها عمر محمد على خاصية ستوري حسابها على إنستجرام من رحلتهما إلى لندن، وتجاهلت تماماً ما تم تداوله، ولم تعير تلك الأنباء اهتمام. وقررت آمال ماهر نشر مقطع فيديو لها من كواليس تصوير إحدى الكليبات التي طرحتها من ميني ألبوم أنا كويسة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك منذ ما يقرب من ساعة واحدة فقط. وعلمنا من أحد المصادر أنها نفت الخبر لجميع المقربين منها، وقالت: إذ كان نبأ زواجها من ثري عربي حقيقياً لكانت خرجت بنفسها وأعلنت للجمهور. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير بها آمال ماهر الجدل، حيث يشوب الغموض حول حياتها، وفي الغالب تتجاهل الرد على ما يشاع عنها من أنباء، مما يزيد من نشر تلك الأنباء بسرعة البرق عنها، لعل أبرزهم أنها تعرضت لحادث أليم تم تشويه وجهها، والبعض الآخر أشار إلى أنها قتلت في حادث مروع عن عمد، الأمر الذي جعل آمال ماهر تخرج عن صمتها بعد غياب سنوات عديدة. وأشارت آمال ماهر في مقطع فيديو إلى أنها كانت مختفية بسبب إصابتها وتعرضها لفيروس كورونا أكثر من مرة، وكانت الأعراض التي أصيبت بها قوية، مطمئنة الجمهور عن حالتها الصحية. وظهرت خلال الفيديو شاحبة الوجه، وبعدها بفترة أحيت آمال ماهر حفلاً كبيراً في منطقة العلمين الجديدة منذ ما يقرب من عامين، وأطلت خلاله بإطلالة بيضاء اللون وشعر منسدل على الكتفين، وبدأت واختتمت الحفل بأغنية طوبة فوق طوبة، كما حرص على حضور الحفل عدد من الوزراء المصريين. وطرحت آمال ماهر في شهر سبتمبر الماضي ميني ألبوم أنا كويسة الذي ضم 5 أغاني فقط، وهم أغنية صاحبة عمري، وأغنية الحكاية في مشهدين، وأغنية أنا كويسة، وأغنية أنا الحب، وأغنية صاحبة عمري. وقامت بتصوير أغنية أنا كويسة على طريقة الفيديو كليب.